الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ناس بتسافر لمسافات بعيدة عشان تقف في مكان واحد. إن الحج بيغفر كل الذنوب اللي بيننا وبين ربنا إلا مظالم العباد. وفي نفس الوقت ملايين الأضاحي بتتوزع، كل الناس تاكل، كل الفقراء ينبسطوا. ازاي اقدر اشيل الظلم ده من عليا؟ حاجتين مهمين قوي. ايه الخطوات اللي انا بمشي عليها كإنسان مسلم؟ لازم بعد الحج أرجع بشكل تاني، وحالته المادية لا تسمح ان هو يطلع يحج. احنا نقدر نعمل حاجات تانية تؤدي إلى ثواب الحج لو مش قادرين نطلع نحج. قرض او استلف فلوس عشان اطلع حج. تقول له يا رب جئت إليك من بلاد بعيدة. الحج الحقيقي والحج الشكلي. احنا مش هنضحك على ربنا. بعد ما احرمت فاجئها العذر الشرعي. يمكن أول مرة أحكيها في قناة. احنا ليه بنضحي؟ ربنا خلى السكينة تبقى تلمة. ينفع اضحي وانا عليا دين؟ إن الدين فرض والأضحية سنة. ان انا باخد الاضحية بالتقسيط. اللهم تقبل. بسم الله الله أكبر. إن الطواف كالصلاة، إنما العفو ده بيتمحي تماما من الصحيفة. في يوم عرفة تسكب العبرات. ايه الدعاء اللي ممكن اقوله اثناء الحج يغير حياتي كلها؟ ناس بتسافر لمسافات بعيدة عشان تقف في مكان واحد، تبكي وتدعي وتبدأ من جديد، وفي نفس الوقت ملايين الأضاحي بتتوزع. السؤال هنا، هل الأضحية مجرد ذبح ولا رسالة وطاعة ورحمة وفداء؟ النهاردة حلقة مختلفة عن الحج وعن التضحية مع الدكتورة نيفين مختار. ازاي حضرتك النهارده يا دكتور؟ منورانا طبعا. أهلا وسهلا بيك. انا سعيد جدا ان حضرتك لبيتي الدعوه للمره الثانيه النهارده. دكتوره نيفين مختار معايا. أهلا وسهلا بيك والمشاهدين. طيب بما اننا داخلين على ايام مفترجه وموسم الحج، حابب اتكلم مع حضرتك النهارده على الحج بصفه يلا، من أجمل شوية. الحاجات اللي نتكلم فيها. يلا بالظبط. بينا. يعني نبدا كده، ازاي الانسان بيجهز نفسه في بدايه ان هو طالع الحج؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بداية لازم نرد المظالم لأصحابه. لازم تمام. اللي واخد حاجة من حد يرجعها له، ومش واخد حاجة مال بس، ده في حاجة اسمها كمان حقوق عباد، أعراض. مظالم بيقعوا عباد. في أعراض بعض ويتكلموا على بعض، وأول ما يلاقوا نفسهم إن هم رايحين يحجوا يقول لك أنا خلاص تبت إلى الله وعايز يعني أكفر عن كل حاجة عملتها. طيب، هو في مظالم عباد؟ لأن الحج بيغفر كل الذنوب اللي بيننا وبين ربنا إلا مظالم العباد، لازم ترد. ليه؟ ربنا قال في القرآن الكريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذن هناك ذنوب بيننا وبين ربنا، وهناك سيئات اللي هي مظالم العباد. ازاي انا اقدر اتخلص لو انا لا قدر الله ظلمت شخص في الدنيا والشخص ده توفاه الله، او ان انا مش عارف اوصل له؟ ازاي اقدر اشيل الظلم ده من عليا؟ حاجتين مهمين قوي. ادعي له كتير جدا جدا جدا، وكل ما اتذكر ان انا ظلمته افضل ادعي واستغفر، وبعدين اعمل له صدقات كتير. اعمال خير. اعمال خير قد ما اقدر من اعمال الخير اعملها له، طالما انا ظلمته وهو توفى، عشان لما نروح يوم القيامة ما يبقاش فيه في قنطرة مظالم العباد ناخد من حسنات بعض. طيب اقدر بقى انا اجهز نفسيا ودينيا، اجهز نفسي نفسيا ودينيا ان انا طالع رايح الاسبوع اللي جاي احج؟ ايه الخطوات اللي انا بمشي عليها كإنسان مسلم؟ اول حاجة التوبة. لازم اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى واندم على اي حاجة عملتها في حياتي. وما فيش حد فينا ما فيهوش صفات يعني مش طيبة. اذا كنت يا اخي بتكذب، يعني قول انا هغير صفة الكذب. اذا كنت انت مثلا بتتكلم على حد، قول انا خلاص يا ربي انا تبت اليك، مش هجيب سيرة حد تاني. اذا كنت انت من الناس اللي والعياذ بالله مثلا بتاخد حاجة من حد عشان تخلص له مصلحة او حاجة، مش هتعمل كده. اذا التوبة عن اي شيء، عن كل شيء. عشان لما هبقى قبل الحج شكل، لازم بعد الحج ارجع بشكل تاني. يبقى انا بهيئ نفسي من دلوقتي اني اتخلص من كل الصفات السيئة. أيوة. عشان اروح بشكل وربنا يغفر لي، واتوب قبل ما امشي وارجع بشكل تاني. طيب نبتدي بمناسك الحج. يلا بينا. ايه مناسك الحج؟ انا هبسط للناس بصورة بسيطة كده. اذا كنتوا طالعين بدري، يعني من اوائل ذي الحجة
سواء على مكة أو المدينة، لكن أقصانا نكون في مكة يوم 5، يبقى احنا هنطلع تمتع. التمتع ده بعمل عمرة وتحلل منها، وبعدين يوم 8 بحر من مكاني من مكة اللي هو يوم التروية. أيوه. وببتدي أعمل مناسك الحج بتاعتي، أروح باليوم 8 على منى، وبعمل الصلوات من أول الظهر لغاية الفجر تاني يوم وهي مقصورة، وبعدين أطلع على عرفة يوم 9، أخلص عرفة أخد فيه عصر وظهر قصر جمع تقديم في وقت الظهر، واستنى في عرفة لغاية الغروب، ونطلع من عرفة إن شاء الله على المزدلفة إن شاء الله. نبيت فيها بإذن الله، وبعدين نتحرك بعد المنتصف الليل إذا كان ده الأمكن، يعني ده الطبيعي اللي بيحصل، مش كل الناس بتقعد لغاية الفجر. أيوة. اللي هو السنة. وبنتحرك نطلع على منى، نرمي جمرة العقبة الكبرى، نرميها ب7 حصوات، بنكون خدناهم من المزدلفة معانا، وبعدين نقص الشعر، وكده تحللنا تحلل أصغر. بعدين بننزل على مكة، بنعمل طواف الإفاضة، بيبقى تحللنا تحلل أكبر يحل لنا كل شيء إلا العلاقات الزوجية. بعدين بنرجع على منى نعمل أيام التشريق ال3، وبعدين نرجع تاني مكة نعمل طواف الوداع، وكده يكون كل مناسك الحج خلصت. الحج مقبول بإذن الله يا رب. إن شاء الله. الحج فريضة طبعا. لو في شخص غير مقتدر وحالته المادية لا تسمح ان هو يطلع يحج، ايه يعني يقدر يصلي، يقدر يعمل ايه يعوض موضوع الحج؟ بص حضرتك، هو الحج فريضة على كل إنسان عنده الحاجتين اللي هو بيهم يحج. كل إنسان مسلم عنده القدرة البدنية والقدرة المالية لازم يطلع يحج، لأنه لو وجب عليه الحج ولا قدر الله توفاه الله، عليه اسم وذنب كبير. ربنا ما بيدي لحد المال وبيديله الصحة، لازم ينفذ ويسارع إلى أن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ويستجيب. لأن احنا لما بنقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجبت لك يا رب. وارجع أقول تاني لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة بعد استجابة. بالتالي أنا المفروض أستجيب وأطلع، ما عنديش الحاجة دي. أيوة. فأعمل إيه؟ ده أنا لو قعدت من الشروق لغاية الطلوع بتاع الشمس وذكرت ربنا وبعدين صليت ركعتين كأجر عمرة وحجة تامة. ده من صلاة الفجر ولا من صلاة الشروق؟ من الفجر لغاية الطلوع. للشروق. مش الشروق، بعد الطلوع، بعد الشروق ب22 دقيقة. الطلوع أيوة. بعد الشروق ب22 دقيقة، يعني يقعد من الفجر لغاية الشروق ويستنى بعدها 22 لغاية طلوع الشمس، ثم يصلي ركعتين. بين الشروق والطلوع ده وقت تحريم، ما فيهوش صلاة. ما فيهوش صلاة طبعا. احنا عندنا 4 أوقات كراهة و3 أوقات تحريم، 7 أيوة. أوقات ما بنصليش فيهم. أيوة. فده وقت منهم اللي هما بين الشروق والطلوع. طيب لما أقعد أعمل كده بنية العمرة، أخد أجر عمرة وحجة. عمرة في رمضان كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا نقدر نعمل حاجات تانية تؤدي إلى ثواب الحج لو مش قادرين نطلع نحج. طيب هو دكتور، هو أنا ممكن أخد قرض أو أستلف فلوس عشان أطلع حج؟ طيب أنا قلت في الأصل إنه الحج عبادة مركبة. أكيد. لو أنا معايا المال هي مفروضة علي، لو مش معايا المال مش مفروضة علي، سقط من عليا فريضة الحج لغاية لما يبقى معايا مال تاني. في بعض الناس بتاخد جمعيات، هناخدها من الناحية ايه؟ ان هو مشتاق، عنده اشتياق ان هو يروح يحج. فهنقول له طبعا اللي انت هتقترضه عندك ما يؤديه او يضمنه لو انت حضرتك ما رجعتش، لانه وارد انه يتوفاه الله هناك. طبعا وارد يروح ما يرجعش. هل عنده ما يضمن الحج؟ والا يبقى ازاي هناخد فلوس الناس ونطلع نحج بيها وما رجعناش والفلوس ما تتردش؟ أيوة. يبقى الحج مردود علينا. فربنا ما قالش كده. فلو عندي مثلا حتة أرض، عندي شقة، وكتبت ضمان للي خدت منه الفلوس، في الحالة دي يجوز. وهقدر لا قدر الله في حالة الوفاة في حاجة هتسد مكاني. بالظبط. وهو نفسه اللي بيقترض عارف انه لما يرجع في مصدر هيدفع منه هذا القرض، بس مش متوافر دلوقتي. فيقدر منه يدفعه أو يسد. طب دكتور، بالنسبة للقوانين بقى الجديدة هناك في السعودية، بعض الحجاج بيكسروا القوانين وبيروحوا بسكك غير مشروعة، دي بتعتبر حلال ولا حرام؟ يعني حجة مقبولة ولا؟ لا، هو المفروض ان انا اطلع بالطرق الشرعية اللي حددتها سواء في مصر او المملكة هناك. أيوة. علشان ده اسمه نظام. وازاي انا اخالف النظام كأني بسرق حاجة مش بتاعتي؟ طب الناس اللي تعبت ودفعت وحوشت وعشان تاخد المسار الطبيعي للحج، هل يستوون؟ لا يستوون. يبقى بالتالي الناس دي بتخالف الشرع، بتخالف المملكة، بتخالف الدين. لانه طبعا
احنا عندنا مثل كده زمان يقولوا ايه، من املك لم تخونوا، حتى لكن بالدين يقول لك ايه، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أيوة. اماناتكم وانتم تعلمون. يعني انت عايز تخون ربنا وتخون الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لك ايه، ما تخونش، ما تغدرش، ما أيوة. كذا. فلا، ما نقدرش نقول لهم الكلام ده، لكن نقول لهم ايه، خلي بالكم طالما ربنا ما كتبش عليكم ان انتوا تحجوا، انتوا نفسكم تروحوا تحجوا، لبوا. دي نصيحة مني لكم، لبوا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كرروها كتير، هتلاقوا إن شاء الله ربنا يرزقكم من حيث لا تعلمون، لأنه دي دعوة من الله. الحج دعوة طبعا. ربنا أراد أنك تطلع هتطلع. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فربنا لو مش هيضرك أو مش عايز يضرك، ما حدش هيقدر عليك. وربنا لو مش عايز ينفعك بالحاجة دي، ما حدش هيقدر ينفعك. فالفكرة كلها إنك أنت بتعمل المستحيل عشان تطلع تحج. أيوة. وربنا مش رايد، خلاص إحنا نقول سمعنا وأطعنا وانتهى الأمر. دكتور، هل استخدام الموبايل، تصوير والفيديو بقى، واللي بيشيروا فيديوهات وبينزلوا فيديوهات أثناء الحج، ده يعتبر يدخل تحت الرياء؟ فين في الحج؟ لو في الطواف هقول لك يفسد الطواف. يفسد الطواف. يفسده يعني ايه؟ يفسد الخشوع، يفسد المشاعر، يفسد الحضور مع الله. انت نازل في الصحن تقول له يا رب جئت اليك من بلاد بعيدة لا إلا لتغفر لي ذنبي، يا ربي أتوسل إليك فأنت تعلم حالي وشكوتي وسؤالي، أن تغفر لي، اللهم تقبل مني، اللهم انظر إلي نظرة رضا. أنت بتعمل ده إزاي وانت ماسك الموبايل؟ لا، وفاتح لايف. بصوا أنا بطوف دلوقتي أهو، أنا سمعتهم، أنا بطوف دلوقتي أهو، بصوا عشان تعرفوا، بس أنا بدعي لكم يا ولاد، أنا بدعي لكم. فأنا بقول له يا أخي اقفل الموبايل، إن الطواف كالصلاة، فإذا نطق أحدكم فلا ينطق إلا بخير. يعني ما حدش يتكلم بكلام دنيوي. احنا جايين هنا علشان نقول له يا رب يا كريم أسألك يا ربي أن تجعلني ممن أعتقت رقابهم من النار. أمين يا رب. وهكذا. فإحنا في خشوع وتذلل، والدموع تنزل ونبقى بنبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. لكن أن أنا أصور بالموبايل هنا لا، عايز يوثق اللحظة. خلص الطواف، خلص العمرة بتاعتك وخلصت وتحللت، اقف يا سيدي صور زي ما انت عايز. يعني استخدام الموبايل أثناء الحج بيفقد الخشوع طبعا. لكن في عرفة ما الناس كلها بتتصور في عرفة. طبعا. لكن هل عرفة موقف بتاع ان كل 5 ثواني نقعد نتصور؟ ولا عرفة ده بقى بتاع البكاء على ما مضى من العمر؟ في يوم عرفة تسكب العبرات وترتجى الطلبات وتقال العثرات وتتنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض أهل السماء. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا جميعا يا رب وكل من يشاهدنا منهم الآن يا رب العالمين. العالمين. يا رب آمين يا رب. فيوم عرفة والحج دي مناسك تحتاج إن الواحد يبقى فيها في حضور، في حضور وانت في منى، في حضور وانت في المزدلفة، في حضور وانت في الكعبة، في حضور وانت حتى بتودع مكة. في كل موقف ليك فيه حضور مع الله. ايه الدعاء اللي ممكن اقوله اثناء الحج يغير حياتي كلها؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان يقول يوم عرفة أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا بحب قوي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن العفو هو إزالة الذنب بالكلية. إنما المغفرة إني أحط كأن حد حط حاجة على الذنب بس هو مستور، إنما مش اتمسح. الذنب مش ممسوح خالص، الذنب مش موجود في الصحيفة، لا ده موجود بس متغطي عليه. ساتر ربنا قادر يشيل الستر أو الغطا.
لو الواحد كرره مرة واثنين وثلاثة واربعة ومش عايز يتوب. ربنا. انما العفو ده بيتمحي تماما من الصحيفة. في دعاء كمان أيوه. من اجمل الادعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليه الدعاء ده من أجمل الأدعية؟ لأنه بيشمل في الدنيا كل حاجة حلوة: زوجة صالحة وزوج صالح، أبناء برين بأبائهم، رزق واسع، صحة جيدة وكويسة، حب من الناس. وفي الآخرة الواحد يهون عليه وقفة يوم القيامة، الواحد يبقى يعدي بسرعة من على الصراط، ياخد الكتاب بيمينه، الميزان يثقل كفة الحسنات، نشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبقى فيه عروسات يوم القيامة فيها سهولة وفيها جمال وفيها تهوين. اليوم اللي بيبقى الوقفة دي تساوي 50,000 سنة بتهون على المؤمن كصلاة ظهر أو عصر. فكل ده في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دكتور، ايه الفرق بين الحج الحقيقي والحج الشكلي؟ فكرتني مرة كان حد بيندهله بيقول لي يا أستاذ فلان، قال له ما تقولش يا أستاذ فلان، قول لي يا حج، أنا حج. فقال له طيب يعني ما فيش مشكلة، ما احنا كلنا حجاج يعني. قال له لا، أنا طالع مخصوص عشان الناس تقول لي يا حج فلان، يا حج فلان. ده بنقول عليه بقى اللي طالع يتباهى بالحج الشكلي اللي حضرتك بتقول عليه. إنما الحج الحقيقي اللي أنا عايزة أروح عشان ربنا يرجعني من هناك بصفحة بيضاء نقية، صفحة ما فيهاش الذنوب اللي عملتها في حياتي، صفحة تخليني أبدأ بعهد جديد مع الله سبحانه وتعالى. وده الفرق قوي بإني عايزة أحج وعايزة أبقى في حاجة تانية خالص وغير من نفسي، وبين إني أطلع أحج علشان كان حد بيقول له كده: يا أخي أنت عمال تعمل ذنوب ذنوب ذنوب. قال له إيه المشكلة؟ آخر السنة هروح شركة واطلع أحج وربنا يغفر لي ذنوبي. لا طبعا، لأنه الحج احنا مش هنضحك على ربنا، الحج بيغفر الذنوب، الواحد بيبقى بيتذلل ويبقى تائب إلى الله وراجع إلى الله علشان ربنا يتقبله ويغفر له ذنوب. امين. دكتور، لو في سيدة بعد ما أحرمت فاجئها العذر الشرعي قبل ما تعمل العمرة، وضعها ايه؟ دي هتظل على إحرامها لغاية لما تطهر تماما وتنزل تعمل العمرة. نفترض جدلا إنها فضلت بهذا العذر الشرعي لغاية يوم 8 اللي هو يوم التروية. أيوه. يعني هتعمل إيه؟ دي عندها حج، فنقول لها ساعتها ارفضي العمرة وأهلي بالحج، يعني تقول لبيك اللهم حجة وعمرة، يبقى كده قارنة بالعمرة والحج، وعليها ذبح طبعا. هتعمل كل المناسك سواء عرفة أو مزدلفة أو منى كلها وهي حائض، مفيش مشكلة فيها إلا طواف الإفاضة، لازم تبقى على طهارة، لازم تبقى على طهارة. برضو هفترض جدلا انها ما تهرتش والرحلة هتمشي وخلاص مفيش اي مفر، تتحفظ جيدا وتاخد بقول الامام ابو حنيفة وتعمل الصك هناك اللي هو بيسموه الذبح الاضحية، وتطوف الطواف الافاضة بتاعها وتخلص مناسك الحج وخلاص، يبقى كده سقط من عليها كمان طواف الوداع. ما حكم وفضل صيام يوم عرفة يا دكتور؟ صيام يوم عرفة بالنسبة للحجيج ما بيصوموش يوم عرفة. بالنسبة للي قاعدين في البلاد التانية غير الناس اللي بتحج، صيام يوم عرفة من الحاجات المهمة جدا، لأنه بيكفر سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. طيب سنة فاتت ذنوب عملناها، السنة الجاية دي هنعمل فيها إيه؟ إما تقع الذنوب مغفورة، يعني نعمل الذنوب فعلا وربنا يغفرها، وإما ربنا يعصم العبد فما يعملش الذنب أصلا. سبحان الله. فصيام يوم جميل قوي، وخصوصا إن الصوم عبادة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم لا عدل له. يعني إيه؟ يعني لا مثيل له، مفيش حاجة تعدله. خلي بال حضرتك إنه هقول لك مفاجأة في الصوم، يمكن أول مرة أحكيها في قناة أو في مداخلة أو في البودكاست معاك، فخلي لك أنت الحاجات المتميزة. أيوة يعني طبعا، ده يشرفني يا دكتور. إنه الصوم ربنا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل إنه الصوم العبادة الوحيدة اللي ما حدش من اللي كفروا أو أشركوا استخدمها. بمعنى
الصدقات كانوا يعملوها ويجيبوا حاجات قرابين للآلهة بتاعتهم. بالظبط. صح كده؟ والصلاة كانوا يقفوا يصلوا للأصنام. ما سمعتش عمرك عن حد صام للصنم بتاعه. فالصوم ده العبادة الوحيدة لله الواحد القهار. عشان كده الصوم عبادة لا مثيل لها، لا عدل لها، كبيرة قوي عند ربنا. فاللي يصوم في الأيام 10 اللي احنا موجودين فيهم دول، الأيام دي أيام صيام، أيام قيام ليل، أيام صدقات، أيام دعاء، أيام استغفار، أيام إطعام طعام، أيام إفطار صايم، أيام حلوة قوي. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. دكتور، إحنا ليه بنضحي؟ بنضحي علشان دي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما تمثل له الشيطان عند جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، جاله في 3 أماكن وروايات يعني. رمى إبليس ب7 جمرات أو 7 حصوات عند كل جمرة. فكان كل ما يقول له إيه أتذبح ابنك إسماعيل، فيروح ضربه حتفه. عايز إيه؟ يخنس، فيجيله تاني. عند الجمرة الوسطى نفس الحكاية، عند الجمرة الصغرى. وفي رواية تانية بقى انه هو بس برضو فيها جانب من الضعف شوية، يعني انه هو كان عند الجمرة الكبرى سيدنا ابراهيم وتمثل لأمنا هاجر في الجمرة التانية، وبعدين سيدنا اسماعيل في الجمرة الثالثة. كل حد يروح يقول له ايه ان ابوك يريد ان يذبحك في الجمرة عند سيدنا اسماعيل، ويروح لأمنا هاجر يقول لها ان زوجك يريد ان يذبح ابنك، ويروح عند سيدنا ابراهيم يقول له تذبح ولدك. يعني علشان ايه؟ يثنيه عن الذبح. ايوه. لكن هو كان بيمتثل لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. فاهم قصدي؟ ايوه فاهم حضرتك. فلما خلاص يعني قال له ايه انت حط وشك لتحت علشان ما تاخدنيش الشفقة ان انا اشوف وشك وانا بذبحك. فلما اسلم وتله للجبين، يعني اهو خلاص وهيذبح، ربنا خلى السكينة تبقى تلمة ما تذبحش. هو فعلا حط السكينة وبدأ يذبح. ايوه، لكن ربنا خلاها لا تعمل، لان الحاجات دي بقدرة الله سبحانه وتعالى طبعا. وبعدين هنا بقى ربنا ايه؟ وفديناه بذبح عظيم. نزل له الذبح اللي هو الكبش الاملح ده، اللي احنا السنة اللي احنا بنعمله. علشان ايه؟ كل واحد طبعا عليه ان هو يضحي عن نفسه كل سنة. وبعدين احنا بنضحي وبنقول يا رب لك الحمد ولك الشكر انه ربنا لسه مدينا الصحة ومدينا العافية فبنضحي الحمد لله على سنة أبينا إبراهيم وملة أبينا إبراهيم، وسنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه برضو ضحى بكبشين أملحين، كبش عن الأمة كلها وكبش عن نفسه. ما شاء الله سبحان الله. على من تجب الأضحية؟ تجب على كل مسلم بالغ مقتدر، لأن طبعا احنا قلنا ان دي سنة. ما دام سنة، لو انا ما معيش تمن الأضحية مش واجب عليا بقى اروح استلف واضحي وعايزة اذبح عشان الناس كلها لا، لو معايا اعمل، لو ما معيش خلاص يبقى مش واجب عليا. النساء فرض عليها ان هي تضحي زي الرجال ولا الرجال بس؟ لا، هو مش فرض عليها، لكن هقول لهم حاجة. نفترض ان رجل البيت توفاه الله والست موجودة وعندها مال ونفسها تعمل كده وتفرح الناس وتأكل الناس، نقول لها وماله، هتاخدي الثواب لو عملت كده، تاخدي الثواب. لا، لكن هقول لهم بقى حاجة لطيفة قوي، انه اللي عايز يذبح سواء رجال او نساء يعني من قبل 10 من ذي الحجة يحاول، او مستحب، مش هقول انه فريضة، هقول مستحب، يشارك الحجيج بألا يقص الأظافر ولا يحلق الشعر. أيوة. ولا يأخذ شيء ولا العلاقة الحميمة. أيوة. يعني يستحب زيه زي الحجيج، كأنه بيشارك الحجيج ويستشعر كده الحج وجمال الحج ونفرة الحج وهو قاعد حتى في البلد هنا. هل في شروط للأضحية يا دكتور؟ طبعا الأضحية لازم تكون كبش قرنين، السيقان بتاعته سليمة، مش ليست عرجاء ولا شوهاء، يعني لازم تبقى برضو ايه مواصفاته. انت بتقدم احسن حاجه لربنا في عمر معين يعني يكون عدى السنه بتاعته طبعا الاولى. ده لازم يكون حاجه كويسه قوي، وانت بتنقيها لله سبحانه وتعالى. بتقدم زي ما بيقولوا هديه لله، محدش فرض عليك، انت بتقدم هديه، فالهديه بتقدم ايه؟ احسن شيء. طيب هل يجوز ان انا ممكن اشترك في اضحيه اكتر من فرد؟ عجل بقى.
عاجل. نشترك 7 افراد، ده حد اقصى. حد اقصى ما لكن ممكن واحد يقول لك انا واخويا هنعمله احنا الاثنين بس. هتروح تقول له انتوا لازم تعملوا 7؟ لا، بس هتقسموه على مثلا 2. انتوا 4، واحد عايز ياخد 3 أنصبة والباقي عايز وهكذا. يعني تحسبوها بحيث انه يتقسم على 7، وبعد ما نقسم 7 ناخد كل واحد نصيبين او 3 على حسب ما انا هاخد. هل يجوز ان انا اوكل حد بالاضحيه لو انا خارج البلد؟ طبعا ممكن توكل والدتك او والدك او اخوك، اي حد تقول له انا وكلتك تذبح بالنيابه عني وتوزعه على مثلا الاقارب، توزعه على الفقراء، توزعه زي ما انت عايز، فلان الوكاله جائزه يعني. طب دكتور، انا بعمل ايه عشان اعقد نيه الاضحيه؟ بتعقد النيه من قبل 10 من ذي الحجه انك خلاص انت هتضحي. أيوة. فبتشارك الحجيج في هذا الامر، وما بتعملش اي حاجه فيها محظورات الاحرام، وبتقول ان انا عقدت النيه على ان انا اذبح لله سبحانه وتعالى. والله لو حصل ان حد عقد النية وتوفاه الله اخذ الاجر كاملا. دكتور، هل الاضحية ليها تقسيمة معينة ولا خلاص الثواب بيقع مجرد ما بضحي؟ مجرد ما بيحصل الاضحية انت بتقول يا ربي اللهم منك واليك، اللهم منك واليك، يعني ربنا ادالك المال وانت بتطلع المال ده لله سبحانه وتعالى. بيبقى ممكن تعمل تلت وتلت وتلت، وممكن توزعها كلها لله وتقول انا مش عايز حاجه، انا عايز كل الناس تاكل، كل الفقراء ينبسطوا، انا مش مشكله. اهم حاجه ان تكون نيتك انها خالصه لوجه الله الكريم، ماش رياء عشان شفتوا فلان اللي في البيت الفلاني ده بيذبح كل سنه وتوقف الناس وتذل الناس بقى كده، مش لطيف يعني. انت بتعمل عمل لله وروح اديهولهم بحب كده وبكلمه طيبه، مش تقول له اقف طابور وقف لي هنا واستنى انت خدت انا شفتك من شويه، لا، لازم يبقى فيه تقدم مع الله احسن من كده. طب دكتور، انا ممكن ادفع فلوس كصك اضحيه وانا قاعد مكاني؟ ممكن وتوكل الجهه المنوط بها هذا الامر، سواء كانت وزاره او جمعيه او اي حاجه، ان هم يذبحوا بدلا عنك. افرض ما عندكش مكان تذبح فيه، افرض انت شخص بطولك وما عندكش حد في البيت ينظف، وما عندكش حد مكان تحط فيه الهدي ده او الاضحيه دي، فانت بتعمل ايه؟ بتقول لحد يعني انا بوكلك انك تذبح هذا الامر، والمال اهو انا بدفعه في صورة صك، وخلاص انت نويت والنية اخذت عليها الاجر، لان احنا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فانا عملت خلاص لله وطلعت الصك بتاعي، كل واحد بقى يتحمل ان شاء الله الامر عني. لو عملته في دولة تانية مثلا، لو انا في سيف مصر مثلا، ما عملته في افريقيا، في تنزانيا. وتعمله في افريقيا ليه وانت قاعد هنا؟ احنا يعني معلش يا جماعة، لو اهل بلدنا كلهم اكلوا من الاكل اللي احنا بنعمله بدل ما نعمله بره، هنوفي الناس. أيوة. ومش هيبقى عندنا فقراء، بقى يبقى عندنا ناس فقراء مش لاقيين ياكلوا ونروح نضحي بره. طب لما نوفي في موضة اعلانات كتيرة طالعه دلوقتي، اللي هو اذبح في تنزانيا، ضحي في تنزانيا، وانا عشان اوفر 2000-3000 جنيه لو كل الناس عملت كده ان شاء الله يبقى في حد هياكل هنا؟ لا طبعا. طيب يبقى احنا نخلص الاول لبلدنا واهلنا، وبعدين لما يبقى زايد على الحد نبقى نطلع بره. طب دكتور، انا ممكن اضحي باضحيه واوهب ثوابها لحد متوفي عندي؟ والله ممكن، ليه لا؟ يعني انا الاول طلعت اهل البيت وعايز مثلا اعمل اضحيه كمان، وربنا موسع عليا، عايز اعمل بدل الواحده بدل الذبيحه 2. ايوه. فاقول دي ليا ودي مثلا لزوجي، لابني، لامي، لابويا، لاخواتي مثلا. طيب، وممكن اوزع من الاضحيه لجيراني الغير مسلمين؟ ممكن، بس من الجزء بتاعك انت بقى، من الجزء بتاعي انا. الجزء اللي يخصك اللي انت خدته، لان هو في النهايه صدقه، والصدقه تجوز على غير المسلم. خلي بال حضرتك، احنا بنقول الزكاه ما ياخدهاش الا المسلم، الزكاه لكن الصدقه ياخدوها غير المسلمين طبعا عادي. طبعا. وبعدين في نقطه تانية، ده جار، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار. الراجل اليهودي اللي كان جنبه، اللي كان بيرمي سلة الجزور والقاذورات على باب البيت، لما قعد 3 أيام ما يروحش، راح سأل عليه لقاه مريض فعاد وفزاره. فإن احنا ناخد منهم وياخدوا مننا، الطعام بتاعهم حل لينا وطعامنا حل لهم، والعلاقات الأسرية والجار حاجة جميلة قوي، فطبعا أديله ليه ما أديلوش. طب اسمحي لي ان انا ارجع تاني حتة لموضوع الحج. انا دلوقتي في السعودية، المفروض ان انا بضحي هناك في السعودية، نعم. صح كده؟ بعمل الهدي. ينفع ان انا اضحي
في بلدي في مصر مثلا او في ايا كان انا من اي بلد، ولا لازم اذبح هناك في المملكه؟ انا ما بذبحش. انا حضرتك لما بكون طالع متمتع او قارن بيبقى عليا صك. ايوه. الصك ده اسمه صك شكران او دم شكران، مش دم جبران لانه مش بيجبر حاجه. ايوه. فده بيتعمل هناك على اساس انه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. مجرد ما بتخلص العمرة بتروح تشتري الصك أو بتديه للمشرف اللي عندك. أيوة. بيشتري جماعات للمجموعة كلها وهو بيديه للمملكة وهم بيذبحوا. خلاص أنت كده وكلتهم بالصك ده. فاللي ذبح هناك مش هيذبح هنا خلاص. لو انا عايز اخلي ابني اخويا حد هنا يذبح مكاني وانا ما اذبحش هناك، لا ما فيش حاجة اسمها لا، اللي هناك ده حاجة واللي هنا ده حاجة تانية. اللي هنا ده سنة. انت بتعمله لانه سنة هناك، انما هناك انت عملت نسكين في نسك، دخلت عمرة على حج. أيوة. وبالتالي عليك كده فمن تمتع بالعمرة أيوة. الى الحج فما استيسر من الهدي. ده واجب انك هتعمله، واجب ان انا اعمل ده فرض عليك هتعمله. انما في حاجات كمان هناك اسمها ايه، بذبح عشان ترك الواجب، لان كل واجب تركته يجبر تركه بدم. بذبح له صك تاني، ده غير أيوة. الصك اللي انا عملته بتاع التمتع او القران. ايوه ايوه. واخد بال حضرتك؟ أيوة. بمعنى هدي لك مثال، ما بيتش في منى ومش من اصحاب الاعذار، ما بيتش في مثلا مزدلفه، ما عملتش طواف الوداع، كل حاجه من دول لو انا مش صاحب عذر عليا هدي فيها. ينفع اضحي وانا عليا دين؟ لا، لان هو ده يبقى فايض عن حاجتك الاصليه عشان تطلع الفلوس. دين الله احق ان يقضى الدين الاول، توفي الاول الدين وبعدين، لان الدين فرض والاضحيه سنه، والفرض مقدم على السنه. برضو في يعني موضة كده طالعة جديد ان انا باخد الاضحية بالتقسيط، ده تجوز ولا؟ ممكن في شيء بيضمن للناس التقسيط ده، وبياخدوا عليك مثلا ايصالات او حاجة بعنوانك بمحل عملك بكذا، ده ممكن حتى لو زاد عليها فوائد. هي ما بتبقاش فوائد، هي بتبقى مصاريف للشغل اللي هم بيعملوه عشان توصلك وعشان يذبحوا وعشان يوزعوا ويغلفوا، والتعبئة بتبقى مصاريف، ما بتبقاش فوائد. طيب لو في شخص اعتاد ان هو بيضحي باستمرار والظروف السنة دي ما أحلتش معاه، ربنا بيتقبل منه. تخيل زي ما بتصلي كل يوم قيام الليل وتيجي تلاقي نفسك في يوم تعبان جدا ومش قادر، وتقول يا ربي أنا تعبان ومش قادر، يا ربي لو قدرت أقوم عشان أصلي وراحت عليك نوم أو ما قدرتش تقوم، تاخد الأجر بيكتب لك كامل. أو كنت مريض بتاخد الأجر ويكتب لك كامل. طيب دكتور، وقت الأضحية أنا إيه الدعاء اللي بقوله؟ اللهم منك وإليك، اللهم تقبل، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ده لازم. وبتقف تشهد الذبح، لأن دي برضو من السنن أنك تشهد الذبح بتاعك، حتى لو كنت بتخاف وقف بعيد شوي. طيب بالنسبة بقى في ناس يا دكتور بتضحي قبل العيد وقبل الوقفة، ده مش تضحية خالص، دي مش أضحية. ما أنا بشيل كلمة الذبح فبقول كلمة أضحية. ده تحسب صدقة. إيه؟ صدقة زي ما حد كده يذبح خروف ويروح يقول إيه أنا عملتها لله، صدقة. ده قبل صلاة العيد صدقة، بعد صلاة العيد لغاية آخر عصر أيام التشريق أضحية. دكتور إيه حكم العقيقة وإيه شروطها؟ العقيقة تذبح في اليوم السابع للمولود. ده الأصل. لكنها مرهونة بكل مولود لغاية وفاته. يعني افرض في حد ما ذبحش لغاية لما كبر وبتاع، ده مرهون. طب افرض الأهل نفسهم ما ذبحوش عن المولود. أيوه. هو لما يكبر وبيشتغل يذبح عن نفسه. فكل واحد بقى يراجع نفسه. لا المعلومة دي محدش عارفها كتير. أهلي ذبحوا عني وأنا صغيرة ولا لأ؟ كانوا فقراء ما كانش معاهم، ولما كبر الولد نسيوا. فنقول له حبيبي انت خلاص كبرت وبقيت راجل وبتشتغل، اذبح عن نفسك. ايه العواقب اللي ممكن يشوفها الانسان بقى في حياته؟ مش عواقب بقى، لكن نتفائل كلنا كده ان كل واحد، يعني انت عارف ايه، مفروض بيضحي عن ابنه، او يعني تضحية عن النفس. مش كل الناس عارفة المعلومة دي يا دكتور. الولد كمان 2 والبنت 1. الولد 2 والبنت 1. شاه للبنت وشاتين يعني المفروض كل واحد دلوقتي فينا ما ذبحش ليه وهو صغير يذبح لنفسه. بالظبط. ولو مش مقتدر يبقى 1 و1، في مذاهب كده عشان ما نعقدش الناس برضو. طب لو انا دلوقتي جاء ميعاد العقيقة
وفي نفس الوقت هو ميعاد الأضحية بتاعة العيد. هو نفس الوقت. ممكن أخلط الاتنين مع بعض وتبقى مش هنخلط، استنى. لو هم نفس الوقت، أيوه، هقول لك إن في 2 من الجمهور انقسموا لأنه يجوز إذا وقعت العقيقة في وقت الأضحية يجوز ناخدهم بنية واحدة لو في نفس اليوم. لو في نفس الوقت، ال4 أيام بتوع العيد. لكن الجزء الثاني من الجمهور قال لك لا، لأنه الاختلاف المسمى، اختلاف دي أضحية ودي عقيقة، فلا بد أن تذبح دي الحالة ودي الحالة. طب العقيقة يا دكتور بتتوزع على الفقراء ولا ممكن أوزع منها على الجيران بص، زيها زي الأضحية. انت زي ما انت عايز توزع تلت وتلت وتلت، تلت للأهل، تلت الأقارب، تلت الفقراء، جائز. عايز تاخدها كلها توزعها لله، جائز. عايز تاكل جزء، تمام. مش عايز ما تاكلش، وهكذا. لكن في فرق بقى، أن العقيقة لا تكسر ساقها. أيوة. تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. العقيقة لا طبعًا تكسر ساقها. يعني يقول لك ايه لما تروح للجزار وينظف العقيقة كده، تقول له ايه، اديني الرجول زي ما هي سليمة، ما تكسرهاش. احنا بنقول له قطع الكوارع لوحدها. لا، الرجول، الأرجل دي نقول له ادينا الأرجل سليمة، تفاؤلا بسلامة المولود. طب دكتور، حضرتك بتشوفي الاختلاط في صلاة العيد اللي بيظهر على السوشيال ميديا، الاختلاط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. رأي حضرتك؟ ما انا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب حضرتك ايه النصيحة اللي تقدري تقوليها؟ ما ينفعش للمصلين. ما ينفعش كده، حتى وإن كان عندي مكان في الخارج في الساحة عشان نصلي، يا أخي حطوا فاصل بطوب، فاصل بكراسي، خلوا جنب للنساء وجنب للرجال، وتتقدم حتى الرجال شوية، بس حتى لو سوينا اعملوا الفاصل. لكن الطريقة اللي بنشوفها دي، كل صف واقف جنبه أخته، واقف جنبه مش عارفة بنته، واقف كذا، ما ينفعش كده، والله ما ينفع كده. وأصدقاء كتير، وربنا حتى ما قالش كده. انتوا عايزين تاخدوا الثواب، عايزين يبقى فيه قبول، وعايزين افرحوا بالأصول. أيوه. أنا بقول ليه حسبنا الله ونعم الوكيل، عشان انتوا خالفتوا كل المنهج. وكل الجيل اللي طالع بيقلد. يعني ايه الاقي صف مختلط وصف فيه نساء ووراهم الرجالة، هي النساء تتقدم الرجال. احنا بنشوف مناظر ده حتى في الحرم اللي هو بيقول عليه أصعب حاجة، المملكة ما شاء الله مشكورة. أيوه. بتخرج النساء من الصحن علشان ما يقفوش مختلطين، يبقى الرجال كلهم موجودين والنساء تبقى ورا. لكن لما بنخرج بره في الساحة اللي هي بعيد بقى خالص عن التنظيم، بنلاقي برضو الناس بتصلي غلط ويقفوا يعملوا نفس الحكاية، نفس الموضوع. طب هم يعني هيعملوا ايه ولا ايه؟ ما هم برضو غصب عنهم، ده في ملايين بشر بتصلي. لكن احنا نقدر نتحكم هنا في بلدنا، ونقدر ننظم المكان صح، زي ما احنا بنعمل في المساجد عندنا، بننظم النساء لوحدها والرجال لوحدها. طب ايه حكمهم برضو عشان يبقى عارف حكمه الشخص اللي الرجال تصلي الاول وبعدين النساء وبعدين الصبيان. حكم الشرع معهم. ما هو كده ما ينفعش، دي مش صلاة. لا يصح، لا ما يصحش كده، ما ينفعش، الصلاة كده غير مقبولة. طيب ممكن تعرفينا يا دكتور كيفية صلاة العيد؟ طيب صلاة العيد بتتصلى أول طبعا حاجة تكبيرة الإحرام. أيوه. وبعدين بنصلي 7 تكبيرات في الركعة الأولى. يعني بيقول الله أكبر الله أكبر لغاية 7 وبعدين بالفتحة وسورة. أيوه. وبعدين يقوموا الركعة الثانية بيبقى 5 تكبيرات، وبعد كده بيسلم، وبعدين يقعد بعد ما يعمل صلاة العيد الخطبة. للأسف الشديد الناس بتجري. يا جماعة ما هي دي من ضمن الصلاة وليها ثوابها، ولما نقعد نستمع للخطبة ويقول لهم قد ايه الفرحة وقد ايه الثواب اللي خدناه وقد ايه يعني نكمل على كده، وبقية الأيام برضو زي ما ربنا ادانا النفحات ديت وكنا ملتزمين نلتزم، زي 5 دقايق. الناس كلها عايزة تجري بيجروا. لكن لا، نقعد ونسمع الخطبة علشان ناخد الثواب كامل إن شاء الله. طب قبل ما أختم بقى، عايز أسمع تكبيرات العيد بصوت الدكتورة نبيل مختار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طبعا في النهاية أنا بشكر حضرتك جدا جدا، وسعيد يا دكتور إن النهاردة كنت مع الدكتورة نيفين مختار. بشكرك لحضرتك والمشاهدين. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد أضحى مبارك عليك يا فندم يا رب. وحضرتك طيب والمشاهدين. وفي النهاية مش كلنا هنقدر نروح الحج، لكن كلنا نقدر نرجع لربنا. مش كل الناس معاها تضحي، لكن كل واحد فينا يقدر يضحي بكبريائه وقسوته. أيام قليلة ممكن تطلع منها إنسان جديد بقلب جديد. كل سنة وانتم طيبين وبخير، وربنا يرزق كل مشتاق بزيارة بيته.